معانا ضيف عزيز على قلوبنا النهارده. ويمكن احنا عايزين ناخده بعيدا عن السياسه. معانا الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور. اهلا بحضرتك يا دكتور في برنامج الكوره مع سكر. عايزين نعرف من حضرتك مدى اهتمام الحزب بالرياضه، خاصه ان الحزب عامل اكبر دوري على مستوى اسكندريه، امانه اسكندريه عاملاه. الدوري متكون من 20 فريق على مجموعتين، فيعتبر اكبر سبق رياضي في الاسكندريه. عايزين نعرف من حضرتك اهتمام الحزب بالرياضه هيبقى مستمر، وايه مدى يعني يمثل ايه الرياضه للحزب؟ يعني اولا احنا لنا رؤيه في الرياضه من خلال مرجعيتنا كحزب، ان الرياضه دي وسيله وليست هدف. الرسول دايما يقول المؤمن القوي خير احب الله من المؤمن الضعيف. ده قوي اولا في ايمانه وفي جسده وفي كل شيء. فاحنا مع ممارسه الرياضه وليس مشاهده الرياضه. للاسف الشديد الشعب المصري كله مشاهد وجالس على الكراسي لا يمارس الرياضه. ده شيء سلبي. احنا عايزين الشعب المصري كله يتاح له فرصه ممارسه الرياضه والاهتمام بمراكز الشباب وفتح مجالات للناس تستطيع ان تتريض وتمشي وتجري وتلعب كل انواع الرياضه، لان هذا الامر ده موجود ليه اصل في الاسلام. علموا ابنائكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. فاي مجال رياضي يؤدي الى تقويه الابدان والاجساد لتعين الناس على اداء مهمتهم في الحياه وتعين الناس على عباده الله سبحانه وتعالى وتعمير الكون، فهذا امر مطلوب احنا كحزب النور نرحب به. اما ما نراه الان من هذه العصبيه والتشجيع الاعمى يؤدي الى الصدام ويؤدي الى القتل ويؤدي الى الكره والتنازع بين ابناء المجتمع الواحد، فهذا نرفضه تماما. لذلك احنا عايزين نعيد الرياضه النظيفه، يكون التنافس فيها شريف ويلتزم بالاخلاق الاسلاميه اثناء الممارسه، وتعليم من يمارس الرياضه كيف يكون الخلق الاسلامي بدل ما هذه العصبيه الخطيره اللي بتفرق المجتمع. فحزب النور بيهتم بالرياضه، ان شاء الله تستمر في تجربه ناجحه ونشجعها ونسمنها ونقدرها، ونتمنى انها تكون ان شاء الله في مزيد من المسابقات ومزيد من تشجيع الشباب على ممارسه الرياضه. يعني حضرتك بتدي توجيهات للجان الرياضيه في الحزب ان هي تقوم بانشطه مختلفه، ولا مجرد كره قدم بس؟ ولا لا، انشطه مختلفه، يعني كل مجالات الرياضه، ولكن باعتبار ان كره القدم هي الاكثر النشاطات شعبيه واقبالا من الشباب، فهي اللي تكون مبرزه. زاد الممارسين لا يحتاج الى امكانيات كبيره في اي حته واسعه الناس تلعب، بخلاف الرياضات الاخرى تحتاج الى امكانيات. فنتمنى ان يكون النشاط في كل المجالات وليس قصيرا على كره القدم فقط. احنا دكتور يونس تشرفنا حضرتك في برنامجنا، وبنشكر حضرتك لسعة صدرك ان شرفتنا في البرنامج.